السلام عليكم ورحمة الله شباب تانية إعدادي. يلا بينا نحل النموذج السابع والتاني. بسم الله الرحمن الرحيم. من الأول كده قبل ما نعمل أي حاجة عايزك تركز معايا كويس عشان القعدة أنا بصور لك بقالي فترة زمنية ربنا عالم بيها. أنا معرفش، أنا دخلت في فجوة زمنية، معرفش إحنا الساعة كام دلوقتي، بس عايزك تركز معايا واعمل اللي عليك عشان الناس كلها تعبانة عشان خاطرك، إذا كان مدرسك إذا كان أهلك. فبالله عليك يا أخي، بالله عليك اعمل مع نفسك الصح. يلا بينا. المسافة التي يقطعها الجسم المتحرك خلال فترة زمن التوقف، طالما قال لي مسافة وبيقطعها في زمن التوقف يبقى دي اسمها مسافة التوقف. مسافة التوقف. طيب، نشاط خلية جسدية وانقسامها ميتوزين عدة مرات بشكل غير طبيعي، طالما قال لي بشكل غير طبيعي يبقى ده ورم سرطاني. ربنا يعافينا ويعافيكم كلكم ان شاء الله. طيب، يعتبر غاز الميثان من الهيدروكربونات. شكرا يا سيدي. عايز ايه؟ اكتب المعادلة الرمزية الموزونة الدالة على احتراق غاز الميثان. ركز معايا على البورد، هكتب لك المعادلة دلوقتي قدامك. يلا بينا. طبعا غاز الميثان هيبقى سي اتش 4 زائد، طالما هنحرق يبقى لازم يبقى عندي اكسجين 2 او 2. طالما في احتراق يبقى اكيد هيطلع ثاني اكسيد كربون زائد بخار ماء اللي هو 2H2O، وهيطلع معاه طبعا حرارة. المعادلة اللي قدامك دي هي معادلة احتراق الميثان. هتلاقي عندك ميثان اللي هو CH4 واكسجين اللي هو 2O2، هيطلع ثاني اكسيد كربون وبخار ماء وحرارة. طيب، ما اسم ونوع الوقود اللي بيتكون معظمه من غاز الميثان؟ طبعا الغاز الطبيعي اللي هو اصلا نوع من انواع الوقود الحفري. اذكر نوعين فقط من المواد المستخدمة في طفايات حرائق الميثان. طبعا ممكن تقول لي فوم أو مسحوق جاف. طيب، ما العناصر المؤثرة في المناخ، في الطقس والمناخ، وما أهم عامل فيها؟ عندك 7 حاجات. قول كل اللي عندك. قول لي درجة الحرارة، إشعاع الشمسي، الرياح، الرطوبة، التكثف، الهطول، كل العوامل اكتبها لي. اهم نوع فيها هتقول لي كده في الايه، اهم نوع هو درجه الحراره، ده اهم نوع فيه. طب ليه درجه الحراره؟ لانها بتاثر في حياه الانسان وتوزيع النبات والحيوان. الرسم اللي قدامنا دي عايز اعرف منها الحرف الدال على التلقيح الخلطي. انا عارف ان التلقيح الخلطي ده ان بتنتقل حبه اللقاح من منتج زهره لماسم زهره اخرى على نبات اخر. فلو بصيت هنا هتلاقي عندي دي اللي هي سي. طيب، يلزم تعريف القوة تحديد نقط. طالما القوة دي قوة متجهة لازم أحدد مقدار واتجاه، أحدد مقدار واتجاه، تبقى إجابة رقم ج. وضح العلاقة بين درجة الحرارة الابتدائية ودرجة الحرارة النهائية في التفاعلات الطاردة للحرارة. طيب، قلت لك يا حبيب قلبي قبل كده 200 مرة، التفاعل طارد للحرارة يعني طلع حرارة، يعني درجة الحرارة النهائية تبقى أكبر من درجة الحرارة الابتدائية. يبقى أقول له هنا درجة الحرارة النهائية أكبر من درجة الحرارة الابتدائية. طيب، وضح العلاقة بين سرعة الرياح وقيم الضغط الجوي في المناطق المتجاورة. بص معايا، لو أنا عندي منطقتين متجاورتين أهي، وعندي هنا واحدة ضغط مرتفع واحدة ضغط منخفض، كل ما الفرق في الضغط الجوي بيزيد كل ما سرعة الرياح بتزيد. يبقى سرعة الرياح بتزداد بزيادة الفرق بين مناطق الضغط الجوي. طيب، السؤال اللي بعده، مضرب التنس من أمثلة روافع النوع الثالث. شكرا يا سيدي. أيهما يكون أكبر في مضرب التنس، ذراع القوة أم ذراع المقاومة؟ حبيب قلبي، مضرب التنس قال لك من النوع الثالث، يعني ما بتوفرش جهد. طالما ما بتوفرش جهد يبقى مستحيل يبقى ذراع القوة أكبر من ذراع المقاومة. فهتبقى الإجابة هنا ذراع المقاومة أكبر، مع التفسير ولأن مضرب التنس من روافع النوع الثالث التي لا توفر جهد، لذلك ذراع المقاومة أكبر من ذراع القوة.
طيب هل القوتان المستخدمتان في مضرب التنس تأثر على جسم واحد أم على جسمين؟ طبعا على جسمين، عشان في فعل وفي رد فعل على جسمين مختلفين اللي هي المضرب والكرة. ده علامة صح أو خطأ. كثافة الهواء الجاف تساوي كثافة الهواء الرطب. أنت لو ما دخلتش تانية إعدادي ولا تعرف كلمة أكيد هتقول لي غلط. أكيد كثافة الهواء الجاف مش هتساوي كثافة الهواء الرطب. امال هتبقى ايه؟ هتبقى اكبر. كثافه الهواء الجاف اكبر من كثافه الهواء الرطب. طيب بعد تكوين الثمر يتبقى الكأس في ثمار الكوسه والباذنجان. ازاي؟ لا طبعا الكوسه هتبقى غلط، في ثمار الطماطم. يبقى الكأس بيتبقى في الطماطم والباذنجان، انما الكوسه دي هناك اللي انت بتحل بيها في الامتحان دي الكوسه، انما هنا لا. طبعا الكوسه والخيار بيبقى فيهم اوراق التوائم. طيب يلزم لحدوث عمليه الاحتراق توفر 3 عناصر. مثلث الاحتراق اي محمي بالنقد عارفها. مثلث الاحتراق هيبقى عندي وقود اكسجين حراره. وقود اكسجين حراره عناصر الاحتراق. وقود اكسجين حراره. ارسم المثلث اكتبهم له دنيتك زي الفل. طيب ما الشكل المعبر؟ ما تروحش ترسم الشكل بقى، هتقول لي مثلث النار او مثلث الاحتراق. ماذا يحدث عند تأثر جسم ساكن بقوة محصلة مقدارها صفر؟ الراجل بيقول لك مقدار القوة المحصلة صفر. الجسم ساكن واقف قاعد بيشرب كوباية شاي كده في حاله. جت قوة محصلة مقدارها صفر، يعني مفيش حاجة هتأثر على الجسم الساكن، يبقى يظل ساكن كما هو. طيب ماذا يحدث عند انقسام خلية مناسل ميوزية؟ الانقسام الميوزي بينتج عنه 4 خلايا أمشاج في كل منهما نصف عدد الكروموسومات N. أكمل نقط الروابط الكيميائية عملية توليد الحرارة. يلا أكمل أنت بقى، أكمل أنت. دي ما فيهاش حاجة، دي ما فيهاش حاجة، ده ألف ب منهج. تكوين روابط ده عملية طاردة للحرارة. تكوين الروابط طاردة للحرارة، إنما تكسير روابط ده عملية مصة للحرارة، تحتاج حرارة. تتحرك الرياح عند خط الاستواء في مسار ايه؟ مستقيم. بينما في نص الكرة بتبقى في مسارات منحنية. يوضح القانون الثاني لنيوتن أثر القوة المحصلة على تغير سرعة الأجسام بمرور الوقت. ما الوصف الذي يطلق على الجسم الذي تتغير سرعته بمرور الوقت؟ يتحرك بعجلة. لما سرعته تتغير بمرور الوقت، إذا كانت بقى اتغيرت بالزيادة أو بالنقصان، في الحالتين بقول الجسم ده بيتحرك بعجلة. يتحرك بعجلة. طيب ماذا يحدث عند زيادة القوة المؤثرة على الجسم ده للضعف وهثبت الكتلة؟ حبيب قلبي قلت لك القوة بتتناسب طرديا مع العجلة، يعني لو زودت القوة هزود العجلة، لو انا مثبت الكتلة القوة زادت للضعف يبقى العجلة هي كمان هتزيد للضعف، يبقى تزداد إلى الضعف. محسن ابعت لي قهوة مظبوط هنا. طيب السؤال اللي بعده يبقى شيل في المونتاج بقى. يلا قارن بين كل ما يلي: التلقيح بالرياح والتلقيح بالحشرات من حيث خصائص حبوب اللقاح. طيب انا عندي تلقيح بالرياح، حبة اللقاح هتبقى خفيفة ملساء جافة عشان يقدر الرياح تطيرها. انما التلقيح بالحشرات محتاج حبة اللقاح تبقى خشنة ولزجة عشان تلتصق بأجسام الحشرات. قارن بين كربونات الصوديوم وبيكربونات الصوديوم من حيث التغير الحراري الناشئ عند ذوبانهم في الماء. والله عندي كربونات الصوديوم طاردة للحرارة، كربونات الصوديوم طاردة للحرارة، انما بيكربونات مصة للحرارة. خلصنا النموذج السابع، يلا بينا بسرعة نخش على النموذج الثامن. ما تكسلش، ما توقفش الفيديو، ما تكونش تعمل أي حاجة، خليك بكامل تركيزك معايا، ويلا نكمل كل ده عشان مصلحتك. يلا بينا.
اذكر مثالا واحدا على الوقود الصناعي. هقول له طبعا الهيدروجين او غاز الهيدروجين. عدم وجود علاقه بين حجم الكائن الحي وعدد الكروموسومات. المثال على طول بتاع الفيل والغراب. فيل 56 كروموسوم وقد كده، مش بتنمر على الفيل والله، بس هو قد كده فعلا. الغراب 80 كروموسوم، عدد كروموسوماته اكتر لكن حجمه اقل. عشان كده قلنا ان عدد الكروموسومات ليس له علاقه بحجم الكائن الحي. ممكن يبقى عندي عدد كروموسومات كتير بس انا كائن صغير، او عندي عدد كروموسومات قليل بس انا كائن كبير. يعتمد اطفاء الحرائق على 3 مبادئ اساسيه. لسه قايلينهم اللي قبل دي. فاكر مثلث النار؟ كان عنده وقود، كان عنده اكسجين، كان عنده حراره. اعكس يلا. بدل الوقود هكتب ازاله الوقود، بدل الاكسجين هيبقى عزل اكسجين، بدل حراره هنكتب تبريد. السؤال اللي بعده، كيف يتم اطفاء حرائق الصوديوم؟ طبعا حرائق الفلزات بنطفيها بالرمال. ماذا يحدث عندما تؤثر قوه محصله غير متزنه على جسم متحرك في عكس اتجاه حركه؟ بص، انا عندي جسم بيتحرك اهو، جسمي بيتحرك، في قوه غير متزنه بتاثر عليه في عكس اتجاهه، يبقى هتعمل ايه في سرعه الجسم ده؟ هتقلل سرعته. طب لو اثرت على جسم ساكن، انا عندي جسم ساكن اهو، اثرت عليه قوه غير متزنه، هتعمل في ايه؟ ايوه، هتحركه في نفس اتجاه القوه المؤثره. يمثل الترمومتر النظام في نشاط حساب التغير الحراري في عمليه الذوبان. لا مش النظام، لان ده بيقيس الوسط المحيط. طب يستدل على مدى توفير الرافعه للوقت؟ لا طبعا، للجهد مش الوقت. طيب أجب عن الأسئلة التالية. استنى أكبر الصفحة كده. يلا بينا. وضح فكرة عمل الطائرات المسيرة اللي هي الدرون. طيب أنا عندي الدرون ده بيدفع الهواء لأسفل، ده الفعل، عشان هي تطير لأعلى اللي هو رد الفعل. بقى أنا عندي الفعل اللي هو دفع الهواء لأسفل عشان رد فعل إن الدرون تطير لأعلى. 2. صف محور النورة العنقودية البسيطة مع ذكر مثال لها. المحور بتاعها قلنا بتبقى محور طويل، محور واحد طويل وبيستمر في النمو. مع ذكر مثال، عندك مثالين، عندك نبات المنثور أو نبات حنك السبع. وضح العلاقة بين انتشار الإنفلونزا وكل من درجة الحرارة ورطوبة الجو. ركز بقى معايا. قل لي ينتشر أو تنتشر الإنفلونزا عند انخفاض الحرارة وانخفاض الرطوبة النسبية. يبقى لما الحرارة بتقل أو الرطوبة النسبية بتقل بيزداد انتشار الإنفلونزا. لماذا نشعر ببرودة اليدين عند استخدام الغسول المطهر؟ أول سؤال عندك في الكتاب هقول له لامتصاص الحرارة من اليدين عند تبخر الكحول، لأن الحرارة اللي في الإيد هتمتص عشان تبخر بيها الكحول. طيب السؤال اللي بعده، توضح خرائط الطقس حركة نقط الهوائية، الكتل الهوائية. حركة الكتل الهوائية بناء على سرعة الرياح وأنظمة الضغط الجوي. طيب طول ذراع القوة يكون أكبر من طول ذراع المقاومة دائما في روافع النوع الثاني، لأن دي اللي بتوفر جهد، وأحيانا في روافع النوع الأول. احسب مقدار القوة المحصلة التي تؤثر على سيارة كتلتها 1200 كيلو جرام فتجعلها تتحرك بعجلة مقدارها 3 متر لكل ثانية. والله أنا عندي قانون بيقول لي إن القوة بتساوي الكتلة في العجلة. القوة بتساوي الكتلة في العجلة، يعني القوة هتساوي الكتلة اللي هي 1200 في العجلة اللي هي 3، هعملها على الآلة الحاسبة هتطلع 3600 نيوتن. طيب
الشكل المقابل احسب كتلة الولد عند اتزان الأرجوحة إذا كان وزن الرجل 600 نيوتن، علما بأن عجلة الجاذبية الأرضية 10. طيب بصوا معايا على الرسم الجميل كده. وزن الرجل، استنى اجيب قلم ثابت. وزن الرجل عندنا 600، هكتب على الوزن بتاعه هنا 600. جميل قوي. هو عايز يحسب كتلة الولد عند اتزان الأرجوحة. طيب أنا عشان أجيب هنا الوزن أول حاجة لازم أجيب الوزن ومنه أجيب الكتلة. قلت لك اضرب الاثنين اللي في نفس الجنب واقسم على الناحية التانية. يعني هضرب الرقمين دول كده لواحد ونص في 600 واقسم على الناحية التانية. يبقى هقول 1.5 في 600 على الرقم اللي الناحية التانية هنا اللي هو 2. هعملها على الآلة الحاسبة هتطلع لي 450 نيوتن. خد بالك دي مش الإجابة. أنا طلعت الوزن بتاع الطفل دلوقتي 450 نيوتن. هو ما قاليش عايز وزن، هو قال لي عايز كتلة. طب أجيب الكتلة إزاي من الوزن؟ بقسم على 10. يقول لي كتلة الولد بتساوي 450 على 10 تطلع 45 كيلو جرام. السؤال اللي بعده، علل اشتعال عود ثقاب عند احتكاكه بسطح خشن. هقول له لأن الاحتكاك هيولد الحرارة اللازمة لاشتعال عود الثقاب أو عود الكبريت. طيب علل اختلاف المناطق الحرارية على سطح الأرض. هقول له بسبب اختلاف ميل أشعة الشمس، بسبب اختلاف زاوية ميل أشعة الشمس. السؤال اللي بعده، اكتب ما تدل عليها العبارات الآتية. فتحة تصل من خلالها نواة حبة اللقاح إلى نواة خلية البويضة. هي أنا في وأنا كاتب البيضة هي هتبقى البويضة، خطأ مطبعي. طيب نواة حبة اللقاح بتتحد مع نواة البويضة من فتحة كده كانت موجودة في المبيض اسمها فتحة النقير. طيب أقصى كتلة من بخار الماء يستطيع نفس حجم الهواء تحملها، طبعا السعة القصوى. السعة القصوى للهواء، لأن احنا بنتكلم على الهواء. ماذا يحدث عند، نجيب قلم تاني. ماذا يحدث عند الحركة المفاجئة للحافلة بالنسبة لحركة الركاب؟ طيب لو الحافلة عملت حركة مفاجئة، الراكب نفسه بيرجع لورا أو بيرجع للخلف بسبب خاصية القصور الذاتي. إشعال خليط من غازي الأكسجين والإستيلين. هقول له يتكون لهب الأكسيستيلين اللي درجة حرارته بتوصل لحد 3000 درجة سيليزيوس. ما أجزاء زهرة الرمان التي تبقى بعد تكون الثمرة؟ الأزدية والسبلات. الأزدية والسبلات. وضح العلاقة بين الضغط الجوي وطول عمود الزئبق في البارومتر. عندما يزداد الضغط الجوي يزداد طول عمود الزئبق والعكس صحيح. كل ما الضغط بيزداد معاه طول عمود الزئبق. ودي كانت نهاية نموذج 8. أشوفكم الفيديو الجاي إن شاء الله مع نموذج 9 و10. ركز واعمل اللي عليك وربنا يوفقك إن شاء الله. وعذرا طبعا لأن أنا مطبق وأنا بصور الفيديو ده ممكن أكون أخطأت في حاجة، فأنت ركز برضو معايا في الحل اللي إحنا بنحله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.